السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصتنا اليوم هذه حدثت في إحدى دول الخليج. هذه العائلة الله منعم عليهم وأبوهم تاجر من كبار التجار في هذا البلد. يقول لما كبرت قلت لأبوي أبى أتزوج، بس أبغى أتزوج من السعودية، أبغى لي واحدة سعودية. يقول خطبنا من السعودية وتزوجت وجت وعاشت معي في بلدي. يقول سبحان الله، هذه المرأة أو هذه الزوجة لما دخلت عندنا في بيتنا دخلت السعادة والفرح والخير أيضا، وحبوها أمي وأبوي وصار يعاملونها مثل بنتهم. والمرأة مطيعة في كل شيء ولا يصدر منها إلا كل خير. واستمرت حياتنا حلوة من أروع ما يكون. يقول في شهر شعبان قالت زوجتي يا فلان ودنا بعض الأغراض المواعين على شهر رمضان الله يشرفه في قريب. قال لا ما يحتاج، اللي عندنا يكفي وهذا وخليها بعدين. تقول لما قرب آخر شعبان قلت له يا فلان نبغى بعض الأغراض محتاجة. قال اسمعي يا فلانة، أنت شفتين وحنا نصلي ولا الحمد، لكن رمضان ما نصوم، لا أنا ولا أبوي ولا أمي. قالت ما يصير هذا رمضان وكذا وكذا. قال عاد هذا اللي تبين. قالت أجل بروح أصوم عند أهلي في السعودية. قالت اللي تبين. اتصلت على أمها وعلمت أمها بالقصة. قالت لهم اسمعي يا فلانة، أنا ما ربيتك علشان تجي تعيشين عندي، أنا ربيتك علشان تعيشين بيت زوجك. صومي وانت عند زوجك وكلنا الله بيحاسبه، انت مسؤولة عن نفسك. تقول والله وأجلس يا ليلة رمضان وتتصل علي أمي. قالت يا فلانة، قالت نعم. قال إذا صلحتي فطورك قهوتك وغراض الفطور افطري في الصالة تحت. تقول والله واجي أول يوم رمضان واجيب قهوتي وفطاير وسمبوسة وحلا مع قريب أذان المغرب. إلا تقول خالتي، أنا نسميها خالة، بعضهم يسميها عمة، أم زوجي إلا هي نازلة. قالت ما شاء الله قهوة في ذا الوقت. قلت يا خالة أنا صايمة بفطر، حيا تفطري معي تقهوي. قالت والله مهي بشينة. تقول والله تجلس تفطر معاي وراحت. تقول يوم ثاني يوم نفس الموعد نزلت الفطور في الصالة إلا هي نازلة ونازل خالي وزوجتي. قال ما شاء الله قهوة وقت المغرب. قالت إني صايمة وأفطر. تقول والله يفطرون معي وكل شيء. وراح خالي. قلت يا خالة وش رأيك تصومين معي وتجربين الصوم، ترى والله زين وفيه من الأجر والثواب وكل شيء. قالت خلاص يا بنتي أجل بكرة أنا بصوم معك. تقول تصوم معي خالتي. واليوم اللي بعده جاء خالي وصام. تقول يوم جاء يوم 10 رمضان وأجي زوجي. قلت يا فلان ما شاء الله أمك وأبوك صاموا، ليش ما تصوم؟ قال أنا السنة الجاية. قالت تضمن نفسك تعيش للسنة الجاية؟ صم والله ما تحصل لك الخير. يقول والله وصوم. يوم جاء 28 قلت بروح أفطر يومين عند أمي وهذا، وش رأيك تسمع لي وما تسمع لي؟ واتصل على أمي. قالت إياك تجيني إلا بعد رمضان، صومي عندهم واستمري على وضعك اللي هي في الصالة. قالت أبشرك لله الحمد كلهم يصومون لله الحمد. قالت الحمد لله. يقول لنا ولله الحمد لله أنا أكثر من 15 سنة وحنا نصوم، والفضل لله ثم لأمها ولها. فهذه التربية الحقيقية فعلا. الأم مدرسة إذا عددتها عدت شعبا طيب الأعراق. فنتيجة تربية الأم شوف أفعال بنتها. إن شاء الله القصة تحوز على رضاكم. وصلوا على نبينا محمد واكثروا من التسبيح والذكر والاستغفار. لا إله إلا الله، أستغفر الله وأتوب إليه.